مقاتلون من طرفين اللي يقاتلون على خط الالتماس على الجبهة يتبادلون يعني اتهامات باللغة الروسية، إنه اللغة الروسية لغة مشتركة لنا. عندما صار انقلاب في أوكرانيا عام 2014 فجاءت حكومة جديدة مدعومة من قبل أمريكا إلى السلطة نتيجة الانقلاب. أنا أكرر، مو انتخابات، مو قرار الشعب، انقلاب. كان أول قرار لهم فرض حظر على استخدام لغة روسية في أوكرانيا. تصوري على سبيل المثال لو تم فرض حظر على استخدام لغة كردية في العراق، أكيد وليس في بغداد أم بصرة بل في إربيل والسليمانية والدحوق، تصوري شو صار. ما يخصنا في هذه الحرب أنه أكو عراقيين يقاتلون على الجبهة الروسية، كيف تجندوا هؤلاء العراقيين؟ والله ما أدري. يعني عندنا وفق نظامنا لا يوجد آلية لتجنيد الأجانب للقتال في الجيش الروسي كآلية. يعني ماكو آلية منذ بداية الأحداث كانت تقارير صحفية روسية أنه أكو متطوعين من بلدان معنية، من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، من آسيا. يعني كيف وصلوا ما أدري، بس المهم أنه على أي حال ما كان عددهم كبير، فهاي كان يعني خطوات انفرادية، ولكن هم موجودين. أنا ما أدري شو عددهم، بس مو أكيد مو آلاف.